بما اننا من اوائل الناس اللي استخدمنا الابليكيشن ده قبل حتى ما يتعرف، كان لازم نرجع نجربه تاني ونشوف يا ترى لسه محافظ على مستواه ولا لا. عملنا اوردر من كذا حاجة. اول حاجة طلبناها واشهر حاجة عندهم دلوقتي هي الملفي، واللي فعلا طلعت تستاهل الاسعار اللي بتتكتب فيها، خصوصا كمية الكريمة الرهيبة اللي جواها. وطلبنا كمان اورنج كيك، ودي كانت برضو جميلة قوي وطازة جدا وحجمها محترم. وجربنا الميني بيتزا هوت دوج بتاعتهم، بس دي تقييمنا ليها متوسط، ما كانتش واو قوي بصراحة. كمان جربنا الشوكليت مافن، ودي كانت لذيذة وفلافي قوي. واخيرا طلبنا عيش كايزر وعيش فينو. للأسف الكايزر كان جاي مبطط شوية، غالبا نتيجة التوصيل، لكنه كان طازة قوي برضو، والعيش الفينو كان هش وتحفة. التجربة اوفرول كانت جميلة جدا، خصوصا ان كان بقالنا فترة مجربناهوش، وقلنا نجربه ونشوف يا ترى لسه محافظ على مستواه ولا لأ. طبعا اكيد كلكم عرفتوا اسم الابليكيشن، وهو بريدفاست.